حسيت قبل كده ان بطنك عامله زي البالون من كتر الانتفاخ وده بيسبب لك الاحراج او اثر على حياتك اليوميه؟ خلونا نتعمق اكتر عن ايه اللي بيحصل في معدتنا عشان نوصل للحاله دي. الانتفاخ بيحصل نتيجه تراكم الغازات في المعده والامعاء، فبتنتفخ وبتضغط على جدار المعده والامعاء، فبتسبب الالم وعدم الارتياح. واهم 10 اسباب الغازات هي: اول حاجه المشروبات الغازيه العاديه، تاني حاجة المشروبات الدايت والمحليات الصناعية، لأن سواء المشروبات اللي عالية الفركتوز أو اللي مضاف لها المحليات الصناعية زي السوربيتول مثلا بتكون صعبة الهضم وبتوصل الأمعاء وبتتخمر، فبتكون غازات وبتأثر على صحة بكتيريا الأمعاء المفيدة. تالت حاجة الوجبات السريعة، لأن بيكون فيها كمية عالية من الصوديوم فبتسبب احتباس السوائل في الجسم، فهتسبب الانتفاخ، وكمان لأنها بتحتوي على كمية عالية من الدهون فبتأثر على الهضم وده بيحسسك بالامتلاء. رابع حاجة تناول كميات كبيرة من الألياف. لما بتعمل دايت وبتاكل كميات هائلة من الخضروات فده مش صح 100%. المفروض تعمل دايت متوازن من جميع العناصر، وعلى الأقل ما نجمعش بين 2 من الخضروات الصليبية في نفس الوقت، يعني بلاش قرنبيط مع بروكلي ولا مع كرومب، ولا ناكل معاهم كمان بقول في نفس اليوم. ونخلي جزء من الخضروات مطبوخة وجزء فريش عشان ما نرهقش جسمنا في عملية الهضم. خامس حاجة الاسترس أو التوتر. الاسترس بيسرع من حركة الأمعاء فما بيحصلش هضم كامل للأكل، وبيأثر كمان على الامتصاص وبيسبب لك الإسهال وأحيانا الإمساك والغازات، وده اللي بيحصل في مرض القولون العصبي. سابع حاجة الأكل بسرعة، ده بيخليك تبلع هواء أثناء الأكل وكمان ما تمضغش الأكل كويس، فبالتالي هيحصل عسر هضم، وكمان لو شربت المشروبات بالشاليمو برضو بتبلع هواء كتير أثناء الأكل. تامن حاجة الإمساك المستمر. لما بتشعر بالتجشؤ المستمر مع الإمساك فده معناه إن الجسم مش عارف يتخلص من الفضلات والغازات بالصورة الطبيعية. تاسع حاجة اختلال الهرمونات في فترة الدورة الشهرية أو الحمل أو بعد انقطاع الطمس بيسبب احتباس للسوائل فبنشعر بالانتفاخ. عاشر وآخر حاجة الأسباب العضوية للانتفاخ، زي عدم تقبل أنواع معينة من الطعام، زي عدم تقبل اللاكتوز اللي في الحليب أو عدم تقبل الجلوتين، أو أمراض تانية زي السيليك ديسيز أو الكرونس ديسيز. وفي الفيديو الجاي إن شاء الله هتكلم عن الحلول للانتفاخ وازاي نتخلص منه مع ABC تغذية. اتعلم تغذية تكسب صحتك.